السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنعمل البانيه بصدور الفراخ. جبت يا جماعة طماطمايه وبشرتها، وجبت بصلايه بردك وبشرتها، وهحطهم الاتنين على بعض وهقلبهم كويس. وبردك هعصر نص الليمونة دي عليها، مش هاخدها كلها يعني، هاخد منها حبة. هقلبهم كده كويس مع بعض، وهحط عليهم كمان يا جماعة بيضايه اهي. وهجيب التوابل دي واحطها. التوابل ديت عبارة عن ايه يا جماعة؟ ملح، فلفل اسمر، حبة صغيرين من اللي هي حبهان مطحون، وديت توابل لحمة، وكزبرة ناشفة، وكاري، وحبة بسم الله الرحمن الرحيم كبيبة صيني بدل ما هبشر اللي هي جوز الطيب. وده زعتر، ده معلقة مرقة دجاج اللي هي السايبة دي، ودون توم باودر، و ودي توابل فراخ. ودي حبة صغيرين يعني من توابل الفراخ، هي توابل مشكلة فراخ على توابل، على حبة كمون وحبة كزبرة كده يعني، أنا مزوداها. وده حبة زنجبيل، حبة صغيرة يعني نص معلقة زنجبيل. وهقلب كل المكونات ديت على بعضيها وهحطها. يا جماعة لو هو في مثلا هتستغني عن حاجة عادي يعني، مش مشكلة يعني، ممكن تستغني عن التوم وتحطي هنا فص توم. انا برضك هجيب فص توم هنا اللي هو طازة واحطه. ممكن تستغني عن اي حاجة هنا يعني مش متوفرة، ممكن تستغني عنها. هجيبهم كده هقلبهم مع بعض واحطهم مش هحط الكمية دي كلها يا جماعة، انا كنت هعملها بدقيق يعني، كنت هحط نص الكمية على الفراخ واحط النص الكمية التانية على الدقيق، لكن لقيت عندي حبة بقسماط، فقلت خلاص بقى هعملها بالبقسماط مادام عندي، مش يفضل ان هو يغيب يعني. هحط نص الكمية دي وهشيل نص الكمية لمرة تانية. اقلبهم كده على بعض كويس. ده حوالي يعني قيمة نص كيلو، انا معرفش وزنه بالظبط. انا كان عندي من ايام تجهيزات رمضان وانا كنت عاملاه وكنت شايلاه، فمعرفش بقى ان كان قيمته قد ايه يعني. كنت عاملاه اصلا عشان اعمله زي الحمام الكداب كده بصدور الفراخ. فقلت يعني هما قالوا لي اعمله لنا بانيه، فقلت اعمله بانيه. او كان برضه كنت عايزه اعمله بالجبنه بالسبانخ. كان ليه كذا فكره يعني، ما كانتش في بالي خالص ان انا اعمله بانيه. بس يلا بقى، الخيره فيما اختاره الله يعني. اهم حاجه ان اعمل حاجه هم حابينها، عايزين ياكلوها يعني. هسيب الكميه دي يا جماعه يعني، انا عاوزه اعملها دلوقتي يعني، مش هركنها يعني، ان يعني كنت في مشوار وجايه يعني متاخر، فانا هعملها دلوقتي يعني. بس هسيبها حوالي نص ساعه، ممكن هسيبها بره، مش هحطها في التلاجة. ممكن لو انتي يعني مش يعني
فاضية يعني ما وراكيش حاجة يعني، او لسه بدري على الغدا او حاجة كده او العشاء، ممكن تسيبيها حوالي ساعتين 3 4، ممكن تبيتيها في التلاجة. لو هو يا جماعة انت هتسيبيها مثلا ساعتين ولا 3، ممكن تسيبيها بره التلاجة عادي، هيبقى افضل. لكن لو انت هتبيتيها تغطيها وتبيتيها في الفريزر، في التلاجة، مش في الفريزر، لا في التلاجة. ماشي. وانا هسيبها كده شويه عبال ما يعني هعمل معاها بطاطس محمره، عبال ما احمر البطاطس بقى واقطع طماطم وكده، واجهز واعمل معاها مكرونه واجهز الحاجه كده، ارجع لها هي في الاخر خالص واعملها. يعني ممكن هتستنى قول حوالي ساعه كده، ساعه الا ربع واعملها. يا جماعه انا هنا جبت اللي هو السميد، دي السميد اهو. السميد يا جماعة دي بقسماط، السميد بقسماط، وهو يعني مش سبايسي. هحط انا عليه حبة شطة كده عشان يبقى سبايسي. انا بجيبه مش حامي او مش حراق يعني، علشان انا احط له، انا ازود له هنا. ماشي. لو ما جبتش النوعين مع بعض، بجيبه ايه مش حامي، وانا احط له انا حبة شطة كده من عندي، فبخليه حامي اهو. إيه، بسم الله الرحمن الرحيم. انا طلعت الفراخ، قعدت حوالي يعني ساعة الا ربع. هطلعها من التتبيلة بالله عليها كده اهي. بصوا يا جماعة، هطلعها بالله عليها، طلعها بالتتبيلة كده اهي، تطلعها من التتبيلة كده بالله عليها. مش هشيل التتبيلة اللي كانت فوقها دي، لا هتديها طعم جميل برضك اهي. هطلعها بالله عليها كده اهي، وهحطها هنا وهكبسها كويس. احطها هنا كده واكبسها كويس. احط على قد يا جماعه، ولما اعوز احط تاني علشان اللي يتبقى مرمهوش. احط على قد ما انا عاوزه، وعشان اللي يتبقى يعني مش هينفع تاني او هشيله. مش عارفه بقى هعمل بانيه امتى يعني. اهو تكبسه كده جامد على الكفر يعني كده، واهو. وهحطه هنا ارصه كده، وهبقى ادخله يا جماعه هدخله بردك شويه في التلاجة. الكفر يمسك يعني كده عليه حوالي نص ساعه كده. كبس عليه الكفر كده جامد يا جماعه. انا حطيت يا جماعه عليه البيض. يعني افكركم تاني بالتتبيله اللي انا عملتها. انا عملت بصلايه صغيره، وعملت طماطميه بردك صغيره، بشرتهم الاتنين، وحطيت عليهم بضايه، وحطيت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ملح وفلفل اسمر، ملح وفلفل اسمر وبصل بودر وتوم بودر. وحطيت حبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حبة مرقة دجاج. وحطيت كبيبة صيني، حطيت فلفل اسمر، وحطيت كزبرة ناشفة، وحطيت بسم الله الرحمن الرحيم حبة بو معلش يا جماعة، ابن الجيران بيعيط فموترني. وحطيت حبهان بودر، وحطيت زنجبيل بودر، وتقريبا كده بس التوابل اللي انا حطيتها. انت عايزه وفيك حطيت كبيبه صيني، عايزه تحطي بشره جوز الطيب بدل الكبيبه الصيني عادي حطيها، يعني مش هتقول لا. وحطيت حبه زعتر، وحطيت نص ليمونه على التتبيله. هتبقى حلوه كده ان شاء الله، يبقى طعمها جميل. ويا جماعه باخد البانيه من التتبيله، ما بشيلش من عليه البصل ولا بشيل عليه اي حاجه، بسيبه كده، بسيب عليه التتبيله بتاعته، بيبقى طعمها جميل ان شاء الله، يبقى طعمها حلو. وهعملهم كده، هرصهم كده واحطهم في التلاجة نص ساعه كده بس. كده هكمل الكميه كلها يا جماعه، وهحطها في التلاجة زي ما قلت لكم، هحطها حوالي نص ساعة ولا حاجة عبال الكفر ما يمسك، هكون انا حمرت البطاطس.
وهجيبها احطها على طول في نار، الزيت يكون بيغلي يعني ساخن جدا، واوطي عليه انا. اهو يا جماعه حطيتها هون في زيت ساخن جدا، وبعدين بوطي عليها لحد ما لحد بهدي عليها النار علشان تستوي كويس. كمان هي يا جماعه حجمها يعني هي تخينه، يعني حوالي 1 سنتي او 1 سنتي يعني عايزة اهدي عليها النار عشان تستوى كويس ما تتلهفش مني. بسم الله ما شاء الله، هي حلوة بتتحمر يا جماعة في زيت غزير، يعني الزيت لازم يكون مغطيها وكده. طعمها يا جماعة كان في منتهى الجمال والله. وعملت معاها مكرونة، عملت معاها مكرونة سباكيتي كانت جميلة. واقلبها يا جماعة ما لا تحمر من ناحية، اقلبها على الناحية التانية بالراحة كده يا جماعة. عملت معاها مكرونه سباكيتي كانت في منتهى الجمال. عملتها ببصله، حمرت بصلايه وحطيت عليها يعني فصين توم، وقلبتها تقليبه كده من غير ما لونها يتغير. ما بغيرش لون البصله يعني. وحطيت عليها، انا بعمل بطماطم، طماطم متفرزه، صلصة طماطم متفرزة يعني. وقلبتها كده، وجيت حط عليها المكرونة. وعندي فلفل ألوان، بحط فلفل ألوان، واحط لها حبة كمون، واقلبها وهدي عليها النار. وانا ما بغسلش المكرونة يا جماعة، بسلقها في مية كتير بس مش بغسلها. وحطيتها هي بسم الله ما شاء الله. قطعت معاها طماطم وخيار وادي البانيه اهون وكاتشب. كانت أكلة في منتهى الجمال. جماعة يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.